السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بص يا حبايبي، انا كنت عايزة اوريكم طريقة تسييح السمنة اللي هي الزبدة الفلاحي. انا هخلط عليها كمان سمنة كريستال، نظرا بقى للظروف اللي احنا فيها والغلاء اللي احنا فيه. فقلت اجيب علبة سمنة اخلطها على زبدة الفلاحي. دي زبدة صفرا بقري. جبت حوالي كيلو زبدة على علبة السمنة ديت، وقلت اخلطهم مع بعض يبقى سمنة خليط. هيدينا طعم وريحة الزبدة الفلاحي بالظبط كلها، هتختلط مع الزبدة الفلاحي فهتدينا كأنها كلها زبدة فلاحي. دي زبدة صفرا بقري. وجبت برضو العلبة كريستال برضو صفرا. بصوا كده بدأت تتغير، هتفور اهي. هحط عليها شوية عشان ما تفور اهي. اغطي عليها عشان ما تفورش بقى ويتبهدلوا ويغرقوا البوتاجاز وخسارة يعني. احنا في المرحلة دي بنوطي عليها لحد ما الفوران ده يختفي شوية اهي. بسم الله ما شاء الله. زبدة جميلة، زبدة بلدي بلدي، هتدينا اللي هو اكبر نتيجة حلوة اوي. مش هتحس ان هي فيها اصلا سمنة علب خالص. كده بتفور بالطريقة دي زي اللبن، لان هي فيها نسبة لبن طبعا في الخلط، فبتسوق اهي ما شاء الله. اول بقى ما الفوران ده هيختفي هيوريكم بقى النتيجة هتبقى عاملة ازاي. وهي مش هتطول طبعا في الفوران ده، لان الزبدة اللي انا جايباها موثوق منها من ناس يعني عارفينها في البلد وكده، فمش مخلوطة يعني مش مغشوشة. فان شاء الله دي كده مرحلة الفوران. نقلبها كده عشان نهبط الفوران بتاعها. نقلب. بصوا بدأت تهبط قدامي الحلة ناقصة اهي. بدأت بقى تدينا اهي، شايفين؟ زي ما قلت لكم ان هي مش هتاخد وقت، 3 دقايق بالكتير وهتبدأ السمنة تبان اهي، عشان هي الحمد لله مش مغشوشة. والناس اللي احنا بنجيب منها موثوق منها جدا. يعني بصوا في ثواني عملت ازاي، الله اكبر ما شاء الله. مخدتش دقيقتين. لو هي بقى مغشوشة بتقعد بقى الفوران دوت يزيد ويزيد ويزيد، وسبحان الله بتفسي السمنة طبعا لان كل ده بيتبخر. فبصوا ما شاء الله، انا مرضتش اقطع الفيديو عشان اوريكم النتيجة اهي. بدأت اهي، بصوا بدأت تصفى خالص. طالما عملت دي كده بدأت السمنة تصفى خالص، والمرقة حتى ما فيهاش مرقة كتيرة يعني ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هي مفيش 5 دقايق وعملت بسرعة. انا برضك مش هسيبها كتير على النار عشان ما تتحرقش. اول شايفين الوش هو البسيط دوت اهي. بس ده دي كمان هتروح بقى مع الغليان ده، هتروح بقى. بص لها سفير، ندفع عنها بقى ما شاء الله. مريت خطوة بخطوة، مرضتش افصل الفيديو عشان تشوفوا المراحل كلها. وهي ما شاء الله ما خدتش وقت يعني. هي سفيت خالص شايفين. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سيحتهم بقى، قلت انا اعمل منهم بقى حبة كحك بقى. بس ما عملتش الكحك والبسكوت. كل سنة وانتم طيبين. عملت بس البسكوت اللي هو بالزيت، حتى ما صورتوش يعني، نزلت صورته كده بس هو معمول، ما صورتش طريقته.
ونعمل بقى اللهم صل على سيدنا محمد، كل سنة وانتم طيبين. ونعمل بقى يعني مش بنكتر، يعني هو كيلو كحك على كيلو قريبة ورضا وفضل من الله. حاجات غالية والمفروض الناس ما تكترش، يعني ده حاجة كده بس ايه عشان تحسسنا بالعيد، والناس اللي هي حد دخل عليك حاجة. كل سنة وانتم طيبين. انا كده هطفي بقى اهو، كده هطفي خلاص. لما عملت كده حتى بصوا دي كده خلاص، مقدرش اسيبها بقى اكتر من كده عشان ما تتحرقش يعني. يعني ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، لحسن والله انا بص نفسيا تعبانه من القناه دي اللي مش عايزه تتفاعل، بقى لها داخله على سنتين اهي مش عايزه تتفاعل. حاسه ان انا مش هكمل في القناه دي بصراحه، انا نفسيا محبطه يعني. بس انا كده هطفي بقى، لان خلاص طالما الوش الابيض ده كمان على الوش كده، يبقى هي كده ايه استوت. يعني لو بصينا لتحت نلاقي ان المرطة اصفرت شوية كده. المرحلة دي بقى هطفي. بصوا شايفين الروقان بتاع كده. هطفي بقى لما بتفضل برضو شوية تغلي تاني بعد كده. انا طفيت عليها البوتاجاز. شايفين لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان المرطة تحت مصفرة يعني ذهبي. ففي المرحلة دي بقى نطفي، لأن يعني بعد ما بنطفي برضو كده بتفضل تغلي كده لحد ما ايه ما شاء الله ريحتها فظيعة. ريحتها بقى طبعا الكريستال اختلطت بالبلدي بقت كده بلدي، سبحان الله. ريحتها جميلة تحفة. أنا بشم المعلقة بس على فكرة بشمها والله ما شاء الله. هي زبدة يعني بلدي. أنا حبيت أوريكم على آخر لحظة بصراحة، قلت أصورها وأوريها لكم. يلا تعملوها وربنا يقدركم وييسر لكم الأمر وييسر لنا. متنسونيش في دعوة حلوة يا رب كده من قلوبكم. لا إله إلا الله. وأشوفكم في فيديو كتير. بص أنا طافية البوتاجاز ومع ذلك السمنة بتعمل ازاي عشان تصفى بقى. لا إله إلا الله.